السلام عليكم حبيباتي الغاليات، واش راكم ملاح؟ ان شاء الله كامل تكونوا ملاح. نرحب بكامل المشتركات الجدد، نقول لكم مرحبا بكم في قناتكم. اليوم جيتكم وصفه جديده، جبتكم وصفه الحسل. هذه الحسيله نصنعوها في المنزل، تخرج لك كميه كبيره. كيلو سكر خرج لي كيلو و500 غرام تاع حسيله. طريقه سهله وتحضريها في وقت وجيز، فقط مامبا 10 دقائق تكوني حضرتي حسيله ما شاء الله. الكامل المعسلات ديالك، ديري بيه المقروط، ديري بيه القريوش، ديري بيه البقلاوه، ديري بيه واش تحبي، يخرج بزاف رائع هذا العسل. هاي ليك الحسيله، شوفوا القوام ديالها كيفاش داير. هذا هو القوام ديالها، شوفوا كيفاش خرجت رائعه. ونديري شريتيها من برا، ونديري شريتي الحسيله تاع المرجان، تجي رائعه، تجي بزاف هايله. ولا عجبتكم الحسيله تابعوا معايا لا فيديو بتعرفوا مراحل تحضير الحسيله وفرجه ممتعه. دركا نبداو بسم الله في المقادير تاع الحسل. هنا جبت كيلو سكر، هنا عندي كيلو سكر، عندي نص حبه قارص اللي هو الليمون، ونسحقوه 2 كيسان ما. دوك نبداو نديرو شوفوا نعمرو كاس سكر هكذا. نعملو كاس سكر، نحطوه في قدره، نجيبو قدره نحطو هذاك الكاس تاع السكر في القدره ونحطوها فوق النار. حطيت القدره فوق النار على نار هاديه، ونخلو هذاك السكر يذوب. نعسو هذاك السكر نخلوه يذوب غير بالعقل. كي يولي يذوب نبداو نخلطوه فيه. دوك نخليه يذوب شويه ونرجع لكم. شوفوا الكراميل بدا يذوب لنا. كي يذوب لنا تبقاو تحركوا فيه هكا باش يذوب لنا كامل، وباش ما يتحرقناش لازم تبقاي تعسي فيه، ماشي تروحي وتخليه، لا بقاي دائما تعسي فيه هكا. بقاو تحركوا هكا، لازم تبقاو تحركوه هكذا حتى يذوب كامل هذاك السكر، ويجينا الحسل ما يجيناش محروق، يجينا حسل كيما الحسل تاع المرجان. لازم تتبعوا كامل الخطوات باش تنجحوا في الوصفه. شوفوا كيفاش راني نوريلكم، مانيش نحذف في المقاطع باش تشوفوا كيفاش ديروا الحسل. شوفوا كيفاش راه يذوب، شوفوا طيب دوكا بقى يذوب كامل. شوفوا كيفاش راهو هذا الحسل يخرج رائع، يخرج كيما تاع المحلات. الحسل راهو غالي بزاف، صنعيه في المنزل توفري عليك. قولي باش تشريه ما باليش راه يدير. انا رحت نشري وحده صغيره هذيك تاع 500 غرام، صدتها 12000 12000 بزاف غاليه. بصح كيلو سكر يخرج لك كميه كبيره، يخرج لك حوالي كيلو ورطل حسيله. شوفوا كيفاش راهو بعد ما ذبنا هكا، نحي ذبنا كامل هذاك السكر. دركا نبداو نديرو في هذوك 2 كيسان تاع الماء. بعد ما يذوب لنا هكا يولي لنا ندير كاس ثاني، وتبقاو تحركوه هكا، تبقاو تحركوه حتى يذوب لكم كامل هذاك حتى يذوب هذاك السكر. نبقاو نحركو هكا حتى يذوب لنا هذاك السكر. شوفوا بعد ما ذاب كامل هذاك السكر بقاو تحلوا فيه حتى يذوب لكم كامل هذاك السكر.
بعد ما درنا له 2 كيسان ما ذاب هذاك السكر، وكنبدا نديروا له السكر المتبقي، كندير له هذاك السكر المتبقي. وكنديروا الكميه المتبقيه، درنا منها كاس فقط، ودركا حنا درنا كيلو سكر كما قلت لكم، نحينا منها كاس درنا به كراميل، درنا به الكراميل. ودوك كملنا الكميه المتبقيه، نبقاو نحركو، شوفوا نبقاو نحركو فيه هذاك السكر حتى يذوب لنا كامل، لازم يذوب كامل هذاك السكر. ما خلطته حتى ذاب كامل هذاك السكر. شوفوا كيف خضالي هذيك الغليه الكبرى. دوك نجيبوا هذيك النص حبه تاع القارص نعصروها، اللي ما عندهاش القارص دير ملعقه صغيره شب، نعصروا هذاك القارص وانا نخليه فيه هذا، نخليه يغلي نحسبوا له 10 دقائق. من دركا نحسبوا 10 مينوت، 10 دقائق ونطفوا النار. والان بعد ما خليته 10 دقائق فوق النار، دوك نطفي عليه النار وندلو ملعقتين من الحسيب، من الحسن المرجان، حسن المرجان هذا ندلوه ملعقتين، واللي ما عندهاش ما ديرش، باش يجينا هذاك الكو تاع حسن المرجان. ديروا الملعقه الاولى وندلو الملعقه الثانيه ونخلوه يريح. حبيباتي هاوليك الحسل بعد ما خليته يريح، وكنديروا في بطاطا الحسل. جبت هنايا عندي بطاطا تاع الحسل غسلتها باش ندير فيها هذاك الحسل. شوفوا كيفاش خرج ما شاء الله، شوفوا كيفاش خرج الله يبارك، خرج هايل، خرج روعه. انا خليته درته الصباح، ودوكا راني صورت لكم الحشيه خليته قعد باش عقدت ليه هكذا. شوفوا كيفاش خرج رائع. وفي الاخير حبيباتي هاوليك الحسل ديالنا، شوفوا كيفاش خرج ما شاء الله. شوفوا مقادير بسيطه، غير كيلو سكر. شوفوا واش خرج لنا، شوفوا الحسيله كيفاش خرجت ما شاء الله، خرجت رائعه. ولا عجبتكم الحسيله متنساوش الاشتراك في القناه وزر زر الجرس ليصلكم كل جديد فضلا وليس امرا. ديروا لي تعليق، قولوا لي اسكو عجبتكم ولا لا، وخلوا لي ارائكم في التعليقات، قولوا لي واش راكم حابين ندير لكم وانا نلبي لكم الطلب ديالكم. وفي الاخير اللهم صل وسلم على سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم في الوصفه القادمه ان شاء الله. الى اللقاء.